السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة برد على فيديو جميل جدا لمحمود سعيد. ورانا فيه أسعار الأكل والشرب في أمريكا. وطبعا أنا زي ما قلت لكم ما عنديش مشكلة في إن الراجل يبيع استشارات، لكن أنا مشكلتي في التضليل اللي بيعمله. هو وراكوا أسعار أكل وشرب موجودة في فئة قليلة جدا من دكاكين أمريكا، وقال هي دي أسعار الأكل والشرب في أمريكا، وده غير صحيح. في فعلا دكاكين انت بتدفع لها اشتراك سنوي عشان تروح لها، بيكون سعرها أرخص. في دكاكين بتكون أيوة أسعارها فعلا أرخص، ولكن الدكاكين دي مش موجودة في كل مكان. أنا نفسي سكنت في أمريكا في أكتر من 20 مكان، ولا مكان منهم كان قريب من دكان الوالمارت اللي أستاذنا محمود سعيد راح له امبارح 11 إبريل. دكان الوالمارت ده يا اخوانا مش منتشر في امريكا، ده موجود في اماكن معينة. هتقولوا لي طيب اركب العربية وروح وبضع. هقول لحضراتكم اذن هي بتستلزم ان يكون عندك سيارة، والسيارة طبعا لازم تمونها بالبنزين، والبنزين في أمريكا غالي مش رخيص لعلم حضراتكم. فطبعا انت عشان تسوق سيارتك هذه المسافة الطويلة ذهابا وعودة هتصرف بنزين، وطبعا على قد ما بتستهلك السيارة بتاعتك بتتكلم عن صيانة. دي مصاريف كلها بتتاخد في الحسبان. فما ينفعش نقول على أسعار والمارت اللي هو وراها لنا هي دي أسعار الأكل في أمريكا، لأن ده تدليس. حتى لو كانت دي فعلا أسعار الأكل في الوالمارت، دي أسعار الأكل في الوالمارت اللي راح له، مش أسعار الأكل في أمريكا. أيوة محمود سعيد اعترف وده يحسب له إن الأسعار في الدكاكين الأخرى هتكون ضعف الأسعار اللي انتوا شفتوها. فهو كان أمين في النقطة دي. فعلا هتلاقي الأسعار خارج الوالمارت ضعف الأسعار اللي انتوا شفتوها دي. وبعد كده قال بس انتوا اللي يجبركوا على انكوا تدفعوا ضعف السعر؟ اللي يجبرنا هو ان احنا ما عندناش سيارة، او ممكن يكون عندك سيارة بس هتدفع فلوس كتير في البنزين عشان تروح وترجع. فحضراتكم الوالمارت ده أسعاره لا تعبر عن أسعار الأكل والشرب في أمريكا. حضراتكم لما بنيجي بعد كده نتكلم عن المصاريف حضراتكم ككل، أغلب مصاريفك في أمريكا يا أخي مش هتكون من الأكل والشرب، هتكون من الإيجار والفواتير المصاحبة للإيجار. دي هتكون أغلب مصاريفك في أمريكا، ودي هتكون في الغالب يعني أعلى من الأكل والشرب، لأنها بتكون مصاريف عالية. فإذا التعبير عن الأسعار في أمريكا من خلال الأكل والشرب ده في حد ذاته برضو تدليس على المشاهد. كذلك حضراتكم هو قال ايوه قال ان من في ضوء المصاريف بتاعه الوالمارت اللي وراها لنا هيكون مصاريف الاكل والشرب للفرد في الشهر $300، وللأسرة $500-600. في دي يا اخوانا هو بيتعامل مع المتابعين بتوعه كما لو كانوا ساقطين حساب.
زي المرة اللي فاتت لما جه قال لك تحسب مصاريفك الشهرية في أمريكا، وتجاهل إن المرتب اللي قاله لك كان جروس باي ما كانش نت باي بعد الضرايب والخصومات، في حين إن أنت بتصرف من النت باي ما بتصرفش من الجروس باي. فهو بيخدع المتابعين بتوعه. وأتحدى ان حد يوريني باي حسبة من خلال المصاريف اللي هو وريها لنا في الوالمارت ان الاسرة بتاعته زوجها ما بتشتغلش وثلاث اربع عيال هيصرفوا 500-600 دولار لو بياكلوا لحمة وفراخ كل يوم، وطبعا لو برضو بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا. يعني اتحدى اللي يقول لي الاسره هتصرف 500-600 دولار، واتحدى اللي يقول لي ان في ضوء الاسعار اللي هو ذكرها اللي هي لا تعبر عن اسعار الاكل والشرب في امريكا، بس انا بقول لكم في ضوء الاسعار اللي هو ذكرها، اتحدى اللي يقول لي ان مصاريف اكله وشربه كانت 300 دولار الشهر. فاللي يعرف ان هو حضراتكم يثبت لي، اتحدى اللي يقول لي 300 دولار الشهر او 600 دولار الشهر الاسرة في ضوء الارقام اللي هو اداها، وهو نفسه اعترف ان الارقام خارج الوالمارت اعلى من ذلك للضعف. فحضرتك انت اصلا عشان تروح للوالمارت محتاج عربية وتصرف بنزين، ولازم طبعا ممكن مصاريف ركنة لو في أزمة في منطقتك في الركن، ده موال لوحده يعني. فأرجو أن الصورة تكون وضحت بعيدا عن التدليس، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.